بعد فترة توقف ليست بالطويلة يعود الديزل الأهلاوي إلى طريقه الصحيح بحصد 3 نقاط غالية من فريق أسوان الشقيق في مدينة أسوان العريقة، متيحا بأمال إخواتنا الزناطير عرض الحائط. ولو حد منهم قالك لسه في أمل، قول له أمل دي تبقى خالتك. مارتن يول ابتدى موقعة أسوان بشريف إكرامي في حراسة المرمى، القناص أحمد فتحي باك يمين، أسدين قصر النيل قلبين دفاع، رحيل باك شمال، قدامهم الكابيتانو والمسمار، قدامهم 3 في النص عبد الله السعيد، على يمينه الحراق وعلى شماله مستقبل مصر، تحت مهاجم وحيد الفيروس مليك إيفونا. بعودة الكابيتانو من الإيقاف عاد تشكيل النادي الأهلي الأساسي كله معاه، وتخلص الساحر الهولندي مارتن يول من كل المفاجآت والتجارب اللي كان عمال بيجربها الماتشين اللي فاتوا. على عكس الماتش اللي فات اللي كان مؤمن زكريا ورمضان صبحي واخدين حريتهم فيه وبيبدلوا اماكنهم وجبهاتهم مع بعض، الماتش ده بقى كان واضح التعليمات الصارمة الصارخة من الساحر الهولندي ليهم بثبات كل واحد في جبهته ورجوعهم للتعاون مع عبد الله السعيد والباكين فتحي ورحيل. والحمد لله العبد لله كان الوحيد اللي اتكلم في النقطة ديت الماتش اللي فات وقال ان الثبات التكتيكي مفيش احسن منه، وفعلا ده جاب نتيجة الماتش ده. اللعيبة نزلت مستعجلة الفوز، عملت شوية هجمات مفتقرة للمسة الأخيرة. لعيبة أسوان على الجنب التاني ومدربهم النجم عماد النحاس برضو نزلوا فاتحين خطوطهم، مش خايفين وعايز يفوز برضو، وفعلا جات لهم أكتر من فرصة بس غاب عنهم التوفيق. لذلك أحب أبعت رسالة تحية وتقدير للكابتن عماد النحاس، لأنه فعلا عمل فريق محترم مش بيهاب حد ومبيخافش من حد وبيلعب كرة حلوة بغض النظر مين الخصم وبغض النظر الماتش هيخلص بأنهي نتيجة. بجد يا كابتن عماد شابوه. نيجي بقى للجوكر القناص المظلوم دائما أحمد فتحي. أحمد فتحي صنع جولين في أقل من دقيقتين، واحد من ركنية بالتخصص اعتدنا عليها بعد ما شفناها له في ماتش يانج أفريكانز، والتاني من ناحية اليمين بعرضية أرضية قاتلة للفيروس مليك إيفونا عشان يجيب منها الجون التاني. أحمد فتحي بالجونين دول بيبعت رسالة لكل المشككين في إمكانياته وبيقول لهم مش علشان ماتش الفريق كله مش موفق فيه تعلقولي المشانق. في تحليل ماتش دجلة أنا كنت قاصد إني ما اتكلمش عن فتحي وعرضياته، لأن أنا شايف إن مستواه في كل الموسم فعلا عمال كيرفو بيعلى كل ماتش عن اللي قبله، فما كانش ينفع أنتقده، وده خلى ناس كتير جدا منكم ينتقدوني أنا في الكومنتات وإن أنا أفضل أدافع له. والحمد لله هو النهارده رد عليهم بأدائه ورجولته وإتقانه لمكان الباك يمين في الملعب، وكان هو نجم الماتش بكل ما تحمله الكلمة من معنى. بعد استكمال وترجمة الأداء والاستحواذ لهدفين في نهاية الشوط الأول، كانت نسبة تركيز اللعيبة في إنهاء الهجمة وصلت لمستواها الأعلى، وكان كل لاعب نفسه يجيب جول قبل ما الحكم يصفر، وده بالفعل اترجم لجول ثالث من عبد الله السعيد بصاروخية ضربت في أحد مدافعي أسوان وسكنت المرمى علشان ينتهي الشوط الأول بثلاثية أحرزت في حوالي 7 دقايق بس. الشوط الثاني كان نوعا ما ممل ومن جانب واحد فقط، والفريق أسوان وقع بدنيا، وده بان جدا لأن كل لعبتنا كانت بتكسب الالتحامات والسبرنتات والسكند بول. مارتن يول عمل 3 تغييرات الماتش ده، واحد كان دفاعي بخروج حجازي ونزول مكانه نجيب بسبب الإصابة أو الإجهاد، و2 هجوميين خروج إيفونا ونزول جون أنطوي، وأخيرا خروج عبد الله السعيد ونزول عماد متعب. وأخيرا شفنا أنطوي في الملعب. الراجل ده كل ما بينزل يا جماعة بيزود لنا النتيجة لصالحنا، والنهاردة ما كانش استثناء لأنه عمل أسيست عالمي للولد الشقي رمضان صبحي، واللي بدوره برضه أهداها للحراق مؤمن زكريا علشان يموت الماتش تماما. لازم مارتن يول يهتم بجون أنطوي شوية ويجازف بعد كده ويبدأ ب2 مهاجمين، ليه لأ؟ بخروج عبد الله السعيد الغير فعال ونزول عماد متعب، الطريقة اتحولت من 4-2-3-1 إلى 4-2-2-2 وكانت فعالة جدا وأدت لجول رابع في زمن قصير. ليه ما نفكرش نلعب بالطريقة دي بعد كده؟ منه نلعب كل المهاجمين بالتناوب
ومنه نزود فعاليتنا الهجومية. عبد الله السعيد. عبد الله السعيد بقاله فترة ما بيعملش اي حاجة في الملعب غير انه بيشوط وبس، ما بقاش بيربط مع زمايله بجمل واسيستات زي اول الموسم. الشوط حلو لانه حل لما الماتش بيكون مقفل، انما في الماتشات المفتوحة اللي زي ماتش اسوان ليه يا عبد الله ما عملتش اي جملة جماعية زي العادي بتاعك مع زمايلك؟ دي علامة استفهام كبيرة على مستوى عبد الله السعيد، وابقوا افتكروا كلامي كويس الماتشات اللي جايه. اخيرا سؤال الحلقة، ايه هي الصفقات اللي نفسك تشوفها في الاهلي الموسم اللي جاي؟ يا ريت تردوا عليا في الكومنتات تحت. لو عجبتك الحلقة يا ريت تعمل لها شير ولايك وسبسكرايب في القناة علشان يوصلك كل جديد، ويا ريت تعمل لايك لصفحة البرنامج على الفيسبوك علشان تعرف كل اخبار الساحرة المستديرة. كان معاكم ابراهيم شعب اللي هو هيما تيوب. سلام.